دكتور حضرتك رأيك ايه في المرضى اللي بتخاف ترجع زي الأول بعد العملية؟ أنا لما بعمل العملية بتمشي بالقصور الذاتي، بتنزل الوزن، هي قوة العملية كده، بتعلي معدل الحرق وتقلل كمية الأكل وتقلل الكريفنج بتاع السكر، كل ده بيمشي. بس في السنة الأولى يفضل الكيرف نازل معاك، الوزن عمال ينزل، انت بتخس تدريجي مع العملية بدون ما تبذل مجهود. الغلطة هنا انه بعد ما خلصت السنة المريض بيتغر، انا بقيت تمام وزي الفل وخسيت، ارجع بقى للعادات الغلط اللي كنت بعملها. هو مش دماغه دي العادات الغلط، ارجع للطبيعي، هو فاكر ان ده الطبيعي. يحصل معاه ايه؟ يبتدي يزيد في الوزن تاني. طب الصح ان انا ابقى فاهم دور العمليه مش جايه تشتغل على الوزن، انا عندي اسباب زودت الوزن. لما اعمل العمليه لازم اشتغل على الاثنين، على الوزن والاسباب. مين اللي هيساعدك؟ الدكتور. طب انا لوحدي اللي هساعدك؟ لا، التيم. طب احنا كتيم قلنا لك وعلمناك وقلنا لك في حاجه اسمها ايموشنال ايتنج، وخلي بالك من الحلويات وخلي بالك من الصودا وابعد عن كذا وكذا وكذا، وانت خدت الكلام من هنا طلعته من هنا، يبقى انت ما استفدتش حاجه. يبقى الفكره كلها ان انت تبقى داخل بالمايند سيت بتاع انا داخل اعمل العمليه عشان اغير العادات والسلوكيات الغلط، عشان لما اخس افضل طول عمري كويس وما ازيدش تاني. لو عملنا كده ممكن نفضل طول عمرنا محافظين على العمليه وما نزيدش. شكرا.